عمرك سمعتي بأبشع جريمة ممكن يرتكبها البشر؟ جريمة لدرجة حتى الصحافة خافت تنشر التفاصيل ديالها. جوج خواتات كيبانوا في الحومة بحال الملائكة، محترمات مكافحات، ولكن ملي طاح القناع اكتشفنا وجه شيطاني ما يقدرش العقل بجري يستوعبه. اليوم غادي نحكي لكم القصة ديال الصبارات، القصة اللي غادي تخليكم تراجعوا حسابكم في كل واحد كتعرفوه، القصة اللي وقعت في 2006 ومازال الناس ديال كازا كيتفكروها بالرعب. ولكن قبل ما نبدا هاد الفيديو، الا كان عندك قل من 18 عام خرج بحالك. اسمع هاد القصه مزيان وفتح ودنيك، حيت هاد القصه ماشي ديال الدراري الصغار، هادي قصه وحده من ابشع ما وقع في كازا، قصه ديال الغدر والدم اللي كيبرد العظام. كل شيء بدا في 2006 في درب كبير. كان واحد الراجل مسكين سميتو صلاح حمال في محطه ديال ولاد زياد، خدام على بناته مريم وفاطمه. الناس في الحومه كيشوفوهم في الصباح بكري لابسين محترم، هازين سيكانهم وحاضين غير الطريق الخدمه. كل شيء كان كيبغي هاد البنات حيت كانوا كيبانوا مؤدبات ومكافحات، ولكن الحقيقه كانت كارثه. هاد البنات ما كانوش كيمشيو للخدمه، كانوا داخلين على الدعاره وكيمشيو لواحد الدار في عين السبع وكيبدلوا حوايجهم وكيخرجوا وكيصيدوا الرجال اللي عندهم الفلوس. واحد النهار مريم اللي كانت هي الكبيره تعرفات على واحد القرد سميتو منير، كان حارس ديال الطوموبيلات وكانوا عينيه زايغين بزاف. في الاول كانت علاقه ديال الحرام، هي كتجيب الشراب والبليه هو كيخلصها، ولكن مريم اللي كانت ديجا مكسوره والفاقده الامل قلبها تعلق به بزاف، ولات كتشوف فيه داك الفارس اللي غادي يسرها. بقات كتقول ليه بغيت نتزوج بيك، وهو كتبان ليه غير فارسه. البنت طاحت فيه لدرجه انها قطعات من اللحم ديالها باش توفر ليه الفلوس. كانت كتجمع فلوس الدعاره وكتخسرها عليه، كتشري ليه الحوايج الصبابط وحتى من الموطور شراتو ليه. كانت كتحلم بعرس ودار وهي ما عارفاش بلي هاد السيد هذا ما كيشوف فيها غير بيضه ذهب. وملي تبدل عليه الحال خدم في اقليم النواصر، زاد عليها الغدر وكذب عليها وقال لها انه غيسكن في مديونه باش يتهنى منها ويقلل الشوفات، بينما هو في الحقيقه كان كيستغلها هو واختها فاطمه اللي ما كانتش عارفه باللي مريم حتى هي كتخون، بلا ما يعرفوا باللي كيجروا لبعضياتهم في نفس الخيط. وهو كياكل من عند هادي ويضحك على هادي ومخليهم بجوجهم كيتسابقوا شكون اللي غادي تكون مرات المستقبل. القصه بدات كتكتشف فاش فاطمه قررت تمشي للمديونه باش تشوف هاد السيد هذا اللي مريم مهبوله عليه. نهار وصلات وشافت منير فوق الموطور ديالو تما طاحت الصدمه. فاطمه عرفات كل شيء، السيد كينصب عليهم بجوج، كياخذ من مريم 1500 درهم باش يخلص الكرا، ومن فاطمه 1500 درهم على نفس الدار، وهو كاريها غير بالويكاند ب 600 درهم. رجعت فاطمه عند اختها مريم وهي كترجف وقالت لها الحقيقه المره، هذاك اللي انت هزه فوق كتافك وكتحلمي معاه بالعرس راه كيضحك علينا بجوج. مريم في ديك اللحظه تهرسات عام وهي كتخبي عليه وكتفصل وكتخيط باش تكون بنت الناس اللي باغيها. فاش فهمات باللي كانت غير اضحوكه بين يديه تحول الحب لواحد الحقد اسود. جلسوا بجوج في دارهم وما نعسوش ديك الليله، وكانوا كيبكيو وكيضربوا في راسهم مع الحيط. الشيطان دخل لهم للراس. مريم اللي كانت هي اللي عاطيه بزاف كانت هي اللي شاعله فيها العافيه اكثر. جا السبت ديال العمليه، فاطمه اللي كانت عندها النوبه مشات عند منير، دارت راسها عاديه، شربوا سكروا، جلست معاه في الصالون الرومانسي اللي مريم هي اللي شرات ليه الاتات ديالو. في وسط الدار هما جالسين، مريم دقات في الباب. منير تصدم ولكن دخلات ببروده وقالت ليه انا عارفه بلي كاين شي حد هنا وانا عارفه بلا ما نصدع راسي معك. منير اللي كان سكران وواثق في الغباء ديالهم دخل فاطمه لبيت النعاس ومريم تبعاتهم. تما فاش كان السيد مرخي وسكران حتى للنخاع، جبدات مريم موس ماضي من الصاك ديالها، بكل غير الغرسات الموس في العنق ديالو حتى بدا كيخرخر، وهي كتزيد تبرك على داك الموس وكتزيد تدور فيه حتى خرج له من الجهه الاخرى. الدم كان بحال النافوره والشراب ما خلاش يتحرك، وبقاو تابعينه حتى طلعت الروح ديالو. ولكن الجريمه ما سالتش هنا، هذه كانت غير بدايه ديال الرعب الحقيقي اللي غادي يخلي الحجر يبكي. الجثه دابا قدامهم بلا راس، مريم وفاطمه اللي تبدلات فيهم الروح بقاو كيتضاربوا مع الراس باش يحيدوه. شي ساعتين وهما كيجبدوا في السنسول حتى فصلوه، ملي تحيد الراس حطوه قدامهم فوق الطبله وبداو كيضحكوا بواحد الطريقه هستيريه، الضحك ديال الناس اللي فاقدين العقل ديالهم والضمير. ما بقاو لا بنات لا والو، ولاو شياطين. هنا فين بدات البشاعه الحقيقيه. مريم هزات الراس، دخلات الكوزينه، غسلاته ونقاته مزيان من الشعر والحواجب والشفار حتى ولا ممسوح. داروا في الكوكوط، زادوا عليه الحمص، العطريه، الحامض والربيع، وطيبوه بحال الا كيطيبوا الكراعين. الريحه طلقات في الدار، هما جالسين كيشربوا في الويسكي وكياكلوا. كياكلوا الراس كله، العينين، اللسان، الودنين، ما خلاو فيه حتى طريف، غير العظم ديال الجمجمه هو اللي بقى. من بعد جمعوا العظام في واحد البلاصيكه وخرجوا. الحارس ديال العماره شافهم خارجين حالته
حياتهم حالة ملطخين بالدم، ولكن خاف يهضر، وهما رماو البلاستيكه في واحد البركاصه ديال الزبل حدا العماره ومشاو بحالهم. البوليس فاش دخلوا لقاو الكسده جالسه فوق الفوتوي بلا راس، والريحه ديال المرقه في الكوزينه، والجمجمه في البلاستيك وسط الزبل. ولكن الصدمه الكبيره هي فاش شدوا نكروا كل شيء وبقاو 4 سنين وهما في الحبس الانفرادي، وكينكروا اي علاقه بالجريمه حتى لقبوهم في الحبس بالصبارات. حتى 2010 عاد طاحت الصومعه وفاطمه عيات واعترفت بكل شيء، ومريم تبعاتها وطلبوا الاعدام حيث ما بقاوش قادرين يتحملوا هذيك الحياه. عطاوهم المؤبد، وهذيك القصه بقات مشومه في التاريخ ديال الجرائم في المغرب كابشع فعل داروه جوج خواتات في بني ادم. وفي الاخير هذه القصه ماشي مجرد جريمه وقعات في التاريخ، هي درس قاسي على كيفاش الغدر والفساد كيقدروا يحولوا الانسان لكائن بلا رحمه. مريم وفاطمه والبنيات اللي كانوا كيبانوا ملائكه انتهى بهم المطاف خلف القضبان كيخلصوا ضريبه الحقد ووحشيتهم. كان معكم فؤاد السباعين، نتمنى تكونوا خديتوا العبره من هذه الواقعه المرعبه. ما تنساوش تشاركونا الاراء في التعليق وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد من قصصنا القادمة. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في حكاية جديدة.